أهلا بكم في نشرة أخبار الشروق نت. معكم روان أبو بكر، وكالعادة هنبدأ بأهم الأخبار، ونبدأ بأهم الأخبار السياسية التي تقدمها يوستين. تلقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي تقريرا حول جهود اللجنة الطبية العليا ولجنة الاستغاثات الطبية خلال شهر فبراير الماضي، وذكر تقرير أنه تمت الاستجابة لنحو 571 حالة تم رصدها عبر الصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين، وشملت الاستجابات صدور 190 قرار علاج على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجاً. والآن مع أهم الأخبار الرياضية التي تقدمها يورو. قالت تقارير أن منزل نجم كرة القدم محمد صلاح وهداف ليفربول الإنجليزي تعرض للسرقة، وأن بين من المسروقات درع أفضل لاعب في أفريقيا، وبالإضافة إن ابن خال محمد صلاح ومن أبلغ بعملية السرقة، وفتحت الشرطة تحقيقا لكشف ملامسات هذه السرقة. والآن مع أهم الأخبار الفنية التي تقدمها يسر. عبرت الفنانة رزان المغربي عن مدى سعادتها لحصولها رسميا على الجنسية المصرية، وقامت بنشر صورة لجواز المصري عبر حسابها على تويتر معلقة بكل فخر تحيا مصر. والآن مع أهم الأخبار المحلية التي يقدمها مروان. مواطن مصري قام بتحويل سيارته المرسيدس الذي يبلغ قيمتها 10 مليون جنيه مصري لتصبح أشهر تاكسي بالإسكندرية، وأوضح أيضا أنه فوجئ بعد 16,000 كيلومتر بانفجار المحرك، وبعد فحص فني دقيق أكد أنه عيب في الصناعة وليس بسوء الاستخدام. وبعد خلافات كبيرة بينه وبين شركة مرسيدس أبلغه وكيل مرسيدس بنز أن تكلفة تصليح المحرك 3 مليون جنيه.